يا مساء الخير، وحشتونا جدا وحلقة جديدة من برنامجكم فلاش باك. تقريبا 70 من صوتي، كل الفايب وكل الحماس لحلقة النهاردة، لأن حلقة النهاردة يعني فيها كده حاجات حلوة على الطبيعة وحصلت مع ناس كتير ومواقف كتير. هنرجع بس بيها فلاش باك ونفتكر كل المواقف اللي حصلت معانا الطبيعية. احنا هنا في البرنامج بنحاول ان احنا نقرب الصورة بين الواقع والخيال ونعيش واقع طبيعي جدا ونكون بالقصص القريبة اللي حصلت معانا فعلا. حلقة النهاردة بعنوان ستوري. طبعا العنوان معروف وناس كتير على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا خمنت هتكلم عن ايه، ودي اكتر حاجة بتعجبني ان انتوا دايما بتبقوا متفاعلين مع كل عنوان حلقة وبتعرفوا احنا بنتكلم عن ايه. النهاردة بنتكلم عن الستوري وما اللي ورا الستوري او اللي ورا الكاميرا بتاعت صورة الستوري. لكن هخطفكم ونرجع فلاش باك لقصة لطيفة كده واحنا بنسرش قريتها فحبيت ان انا اقولها لكم. الحقيقة هنبدأ بالموضوع ان كان في معلم دخل احدى الفصول بتاعته كل يوم كالعادة، وهو داخل الفصل وبيقول يا صباح الخير لقي 2 بيتخانقوا. نرجع كده فلاش باك لأيام الدراسة، مين فينا ما كانش بيتخانق وهو في الفصل مع صاحبه وزميله اللي جنبه، وأول ما يدخل المدرس نلتزم الصمت وكأننا غالبا ما عملناش أي حاجة. حصلت كتير وانا عارفه ان في ناس افتكرت المواقف دي، ده غير طبعا المقالب اللي كنا بنعملها واللي كنا بنتعاقب عليها واللي هي غلط ان احنا نعملها اصلا. المهم دخل المعلم فصل من الفصول بتاعته بيقول صباح الخير لقي 2 قاعدين بيتخانقوا، زعق فيهم وقال لهم كده غلط وتعالوا يلا على الترابيزه قدامي. طبعا هم عرفوا كده ان هيتعاقبوا. قال لهم دي كوره وهتتحط في نص الترابيزة وكل واحد هيدي ظهره للتاني. ما فهموش العقاب ونفذوا، وفعلا كل واحد فيهم ادى ظهره للتاني. فقال لهم قبل ما هتدوا ظهركم هتبصوا على الكورة انتوا شايفينها ايه. كل واحد بصة ورجع تاني ادى ظهره لزميله. واحد قال له انا شايف الكورة بيضة يا استاذ، دي الكورة بيضة. التاني قال له هو انت اعمى؟ الكورة سودة، انت ازاي يعني بتقول له بيضة؟ هو انت عايز ان الاستاذ يعاقبني انا وما يعاقبكش انت عشان بتقول ان هي بيضة؟ فراح قال لهم طب يلا نبدل الاماكن، كل واحد هياخد دور التاني. وفعلا بدلوا الاماكن. ها بصوا على الكورة شايفين ايه؟ قال له دي سودة، والتاني قال له بيضة. قال له ايه ده، بس انا كنت شايفها هناك بيضة. قال له وانا التاني انا كنت شايفها هناك سودة. فراح قال لهم هي دي مشاجرتكم اللي حصلت من شوية، انتوا بتتخانقوا وكل واحد مثبت على رأيه ومثبت على الحاجة اللي هو ماسك فيها، بس ولا واحد فيهم حاول انه يفهم التاني. يعني ولا واحد فيكم كده حاول ان هو يفهم هو التاني بيتخانق ليه وحكم عليه حكم مسبق ليه بانه يتخانق معاه اصلا. وهنا طلعوا الطلبة من الفصل كله اتعلموا احلى درس من دروس الحياة، وهي الاحكام المسبقة. الأحكام المسبقة اللي كلنا عشنا بيها، اللي مفيش حد مر على موقف إلا وتعامل مع شخص يقول له ياه ده أنا كنت فاكرك شخص كئيب مثلا، أو كنت فاكرك شخص أناني، أو كنت فاكرك شخص متكبر، ودي ياما تعرضنا ليها. وتيجي انت ترد بكل تلقائية ليه؟ ايه اللي حصل مني ان يدل ان انا شخص متكبر؟ هل اتعاملت معاك؟ لا. وهنا هنيجي للمقولة المعروفة والمشهورة تعرف فلان؟ تقول له مثلا لا عشرته، يبقى انت لسه كده مش عارفه. فلما تيجي تقول هنا تعرف فلان هيقول لك عارفه، او ممكن يقول لك لا ما اعرفوش. طب انت عشرته؟ هيروح يقول لك لا هو انا ما عشرتوش بس انا عارفه. يعني هو برضو اللي عايز اوصله لكم ان حكم مسبق، هو يقول لك انا عارفه بس ما عشرتهوش. وده الجديد ان هم غيروا حتى المصطلح تعرف فلان، يقول لك اعرفه طب عشرته، يبقى انت ما عرفتوش. الناس هنا غيرت حتى المصطلح ده وحكموا احكام مسبقه برضو من غير ما يعرفوا يعاشروا الناس. اللي عايزه اقوله في حلقتنا واللي هنسرده ان شاء الله خلال اخر الحلقه الاحكام المسبقه. كتير قوي الاحكام المسبقه يعني ما اثرتش عليه، وكتير قوي للاسف اثرت كتير قوي في حياته، لان الاحكام المسبقه ما بتبقاش مجرد حكم والسلام او سلام وخلاص انت بتسلم على حد وحكمت حكم مسبق. لا، دي كانها ستاره سودا انت بتحط عينيك هي موجوده على عينيك، وللاسف
انت بتتعامل من خلالها مع الشخص ده، سواء حاول انه يشرح لك، او سواء حاول انه يتصرف معاك، او حاول يفهمك هو طباعه ايه. الحقيقة حلقة النهاردة انا مبسوطة بيها جدا، لان كل حلقة من الحلقات اللي فاتت والحلقة دي بالتحديد مثلت حاجة شخصية لكل حد فينا، وده اللي بيخلينا نقرب انه فلاش باك يكون برنامج مقرب للجمهور بتاعه، ودي حاجة حلوة وميزة وافتخر بيها، وده بيخلينا دايما ان احنا نكون على حسن ظنكم، ودايما نكون بنحاول نقدم مواضيع قريبة مننا. هتتواصلوا معانا ازاي؟ على EG+، وهتبعتوا لنا مسجات على الواتساب هقراها كلها على الهواء، وممكن كمان تكلمونا على الرقم ده على الهواء. قولوا لي بقى ايه الاحكام المسبقة اللي تعرضتوا لها، وايه الاحكام اللي مثلت حاجة كبيرة قوي في حياتكم، واللي كانت في مفترق طرق بينكم وبين الاحكام المسبقة بينكم وبين اشخاص. واكيد اكيد اكيد كل حد عنده موقف واثنين وثلاثة هيحكيه عن الاحكام المسبقة اللي الناس خدتها عنه. طب كام صاحب انت حكمت عليه حكم مسبق وبقى دلوقتي من اعز اصحابك وعشرتكم بال20 وال25 سنة؟ اللي انا بقوله ناس بعتته فعلا انه احكام مسبقة كتير، وده هقراها من ضمن القصص. تعالوا نرجع فلاش باك للاحكام المسبقة ورا كلمة سيكولوجية الأحكام المسبقة. الموضوع يبان إنه هو بسيط، لكن هو الموضوع عميق عن كده. اتربينا وسط أهل بيقولوا الناس هتقول علينا إيه، وكأنك عايش طول الوقت عشان خاطر الناس، تثبت للناس إن أنت أحسن، أو بتاكل أحسن، أو مش محتاج حاجة، أو حتى إن دموعك تنزل. ما ينفعش، الناس هتقول عليا إيه. حتى في مجتمعنا الراجل ما ينفعش يعيط. ليه؟ لأن أنا راجل، الناس هتقول عليا إيه. وكأنه وصفوا إن الراجل هنا ما عندوش أي مشاعر، بس لا، حقيقة الراجل عنده مشاعر، الراجل بيحس، الراجل بيتوجع زيه زي الست، وحقه إنه يعبر عن مشاعره. يعني عملته كبت ليه إنه ما ينفعش تعيط وما ينفعش توري مشاعرك لحد، وإلا هيبان إن أنت ضعيف أو مش راجل، وده غلط. مع إنه لازم يعبر عن مشاعره ويتكلم بيها. الحقيقة لما جينا اتربينا وسط أهل الناس هتقول علينا إيه، اختلفت حاجات كتيرة، وانجرفت ورا مواضيع احنا كنا بنخترع عشان الناس تقول عليها إيه. أول حاجة مثلا أدخل كلية عالية قوي من كليات القمة، حتى لو أنا مش حاببها، أو حتى أن أنا حاسس أنه مش هنجح فيها. ليه؟ علشان يقولوا فلان ابن الفلاني دخل كلية الطب، أو فلان ابن علان في كلية الهندسة. طب الناس بتقول، بس انت ايه؟ انت شايف نفسك فين؟ وهنا بتيجي قصص كتيرة انه الشخص بيدخل كلية الطب او كلية الهندسة، ودي مواقف حصلت حقيقي، بعد سنة واتنين بيغير الكلية وبيغير مسار كليته، اصل ما كانش حاببها، لانه دخل علشان بابا عايز، او ماما عايزة، او ماما عايزة تتباهى وسط اصحابها ان ابني كلية كذا، او ابني في كلية العلوم مثلا. وكأن أنا بدخل الكلية عشان خاطر الناس. سألت ابني نفسه يدخل إيه؟ نفسه يطلع إيه لما يكبر؟ لا، حكمت الحكم المسبق عليه من وهو صغير إنه هيبقى دكتور، فيلا ذاكر عشان تبقى دكتور. أنا مش ضد إن تشجع ابنك، ومش ضد إن أنت تحمسه، بس كل الكليات ناجحة. اللي دخل تجارة ناجح، واللي دخل حقوق ناجحين، وعندنا ناس من أكبر المحامين اللي دخلوا كلية حقوق، وناس معروفة في مجالها ومشهورة جدا وناجحين جدا. مش معنى ان انا بتقيم بكليتي اذا انا شخص ناجح، او الناس هتقول عليا ايه. ممكن اطلع دكتور فاشل جدا على فكرة، وممكن اطلع مهندس مش ناجح اساسا، وبأدي الموضوع انه تأدية واجب وهي شغلانة. ما سألتوش نفسكم هنا ليه الشخص اللي بيدخل الحاجة اللي بيحبها بينجح؟ عشان بيطلع بكل شغله وبكل طاقته، حتى لو تعبان، حتى لو بيزق، حتى لو مش قادر يصحى الصبح، بس نازل على شغله اللي بيحبه. وهنا ده روح كده معنوية بتديله طاقة، انه انا مهما كان فيا ايه بس انا برضو مكمل. من ضمن الاحكام المسبقة الجواز. يعني احنا اتكلمنا الاول على التعليم. الجواز لازم تتجوزي مستواكي وما تنزليش من المستوى الأقل. ليه؟ علشان الناس هتقول فلانة بنت علان اتخطبت لفلان
ما ينفعش الناس تقول علينا ايه. انا مع المستويات ان ما يبقاش في فرق لا في المستوى المادي ولا الاجتماعي، ولكن لما تيجوا تورثوه لاطفالكم واولادكم ما يبقاش عشان خاطر الناس، يبقى علشان خاطر انتوا بتوروهم الفروقات، وان تفهموهم ان الثقافات هتبقى مختلفة وطريقة الفكر مختلفة. يعني يكون كل ده هدفنا، ما يكونش هدفنا الناس. ودي حكم من الأحكام المسبقة اللي أنا بحكمها على ابني أو بنتي قبل ما نطلع الحياة، أو قبل ما يبقوا كده عارفين يشوفوا الدنيا ماشية ازاي. سيكولوجية إطلاق الأحكام كده يعني عنوان، بس تحتيه حاجات كتيرة قوي هنتكلم فيها. بس الأهم إنه من السيكولوجية إطلاق الأحكام أعرف خبراتكم الحياتية، وده اللي دايما بنبقى حريصين عليه في فلاش باك، إنه نتكلم عن خبرات واقعية حصلت، لا نقصدك أنت ولا أنت، لكن عايزين بمعنى أصح إنه ننشر الخبرات وكل واحد يستفاد من خبرات الشخص الغير. معنا مكالمة تليفون، هنقول ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا استاذ محمد؟ الحمد لله والله يا استاذه، فضل ونعمه. النهارده بنتكلم عن سيكولوجيه اطلاق الاحكام او الحكم المسبق مننا، سواء مننا احنا او من الغير. ايه راي حضرتك؟ متابع والله. هو اولا متابعه اولا لان حضرتك بقيت صديق للبرنامج، واضافه كل حلقه الحقيقه. ربنا يخليك. اولا هو الموضوع حلو جدا، واختيار الموضوع موفق جدا، الحمد لله. ودي حاجه حاصله في حياتنا وبنتعامل بيها كل يوم، وفعلا بيصدر مننا احنا شخصيا احيانا بيصدر مننا حكم مسبق. للاسف الشديد ايقاع الحياه السريع خلانا حتى لو حد بيتكلم معانا على حاجه، حتى لو بشكل مباشر، للاسف الشديد احنا بنصدر الحكم وبنتسرع وبنقاطعه وبنفسره بحاجات تانية كتير. بقى ليه بقى بيحصل ده؟ ليه؟ عشان احنا بيجي الحياه بالنسبه لنا سريعه. يعني زمان كنا الواحد كان فيه هدوء وكان ممكن يسمع، ومن ادب الحوار انه يسمع للاخر عشان ما يفسرش تفسير خاطئ. لكن للاسف الشديد دلوقتي حضرتك واجري بيها كمان دلوقتي ان احنا نقرا العناوين بس، ما نستناش نشوف التفاصيل، لانه دايما الحقيقه تكمن في التفاصيل. لكن احنا بنخطف العنوان كده، يعني الجرايد خلاص، لكن دلوقتي حتى لو جرينا منشط على شاشه بنخطف العنوان ونجري. حتى في الاغنيه اللي بتأدي لهدف فني جميل، ما بيش عندنا وقت مع اغنيه كبيره او طويله في الوقت، ولو 10 دقائق ولو ربع ساعه. اغاني زمان ال5 دقائق و6 دقائق. دلوقتي لا، دلوقتي احنا بنسمع كده عايزين اغنيه سريعه ايقاعها سريع وخلاص نجري، يعني كاننا واخدين الحياه التالي. طيب الحكم المسبق بيؤدي احيانا لكوارث من الطرفين، سواء اذا كان انا مستمع او سواء اذا كنت انا بقول لحضرتك موضوع وانت مثلا قطعتيني فرديتي عليا فاروح انا صادر حكم مسبق. ممكن انا اخد قرار ان انا ما اكملش حتى معاك الكلام. دي مشكله بتؤدي لمعاني اخرى في كل علاقاتنا في الحياه، سواء كان زميل عمل، سواء كان اسره في بيت، سواء كان اسره مع بعضيها، اب مع ابنه، ابن مع ابوه، بنت مع امها، ام مع بنتها، زوج مع زوجه، زوجه مع زوج، زميل عمل مع زميل عمل، رئيس عمل مع مرؤوس في العمل. للاسف الشديد احنا للاسف بنتمتع بالاحكام المسبقه الان. للاسف. هل حضرتك قابلت في حياتك الشخصيه الحقيقيه ناس حكمت عليك احكام مسبقه وكنت فاكر؟ يو كتير قوي. احكي لي موقف او موقفين. كتير، يعني مثلا مره من المرات، وهو كتير طبعا، يعني مثلا على المستوى الشخصي في علاقه في البيت اسريه، وعلى المستوى العام في صديق من الحياه. يعني انت عارف الواحد بيكون ليه اصحاب كتير، لكن بيكون ليه صديق او اثنين. ده اكيد. المقربين. مقربين. بيبقى خازن الاسرار بتاعك وانت خازن الاسرار بتاعه. بس للاسف الشديد رغم انه احنا العمر كتير والصداقه طويله، لكن مثلا في مره انا بتكلم معاه في موضوع، لقيته هو اصدر الحكم المسبق وخد قرار في نفس القعده. يمكن في ناس غيري
عندها ملكه ان هي بتصبر على الوضع ده وتحاول تفهمه او تشرح له. انا من النوع اللي بتحصل له صدمه فكريه في رد الفعل اللي مش متوقع من انك انت حكمت عليا بسرعه، فبروح انا موقف الحوار. طبعا. واحاول اغير الموضوع وما برضاش اكمله، لانه خلاص طالما جالي انطباع انك انت فهمتني غلط او حكمت عليا بسرعه، انا بتخنقني. يعني انا واحد من الناس بتخنقني الحته دي. بس ما بعملش رد فعل يخسرني الصديق. انا ممكن اعمل رد فعل ان انا اوقف الحوار عند النقطه دي واغير الموضوع. هي دي المشكله اللي بيبقى صديق، يعني المشكله ان المفروض ان حد عارفك. هي دي المشكله هنا. مشكلة. ما انا بتحصل لي الصدمه الفكريه ليه؟ عشان انا ممكن لو حد زميل اتوقعها، لكن صديق ما اتوقعهاش. هي دي مشكله. كمان في حته تانية حصلت معاي في العلاقه الاسريه على مستوى الابناء وعلى مستوى الزوجه. يعني زوجه مثلا وعدى من عمر الزواج فتره، يقول 5 سنين 10 سنين، فخلاص انا طبعت عليكي وانت طبعت عليا على مستوى النقاش الفكري على الاقل، بعيد عن زحمه البيت يعني ودوشته والاعباء اللي على الزوجه والاعباء اللي على الزوج. فما ينفعش ان انا احكم عليها حكم مسبق لو بتكلمني في موضوع، وما ينفعش هي تحكم عليها حكم مسبق. اذا كنا احنا هنعمل كده مع بعض، امال هي بالنسبه لها الصديقات يعملوا ايه، او الزملاء بره زميلات العمل يعملوا ايه، وانا زملاء العمل يعملوا ايه؟ المفروض احنا عايشين مع بعض خالص. برضه دي قصه برضه صعبه قوي. لكن حصلت. عايز اقول ما ينفعش يبقى في احكام مسبقه بين الزوج والزوجه اللي مر عليهم وقت من العشره. ده حقيقي. كمان مع الابن او البنت حصل معايا برضه، لانه اختلاف اجيال، بيحصل اختلاف اجيال، وهم الجيل ده متطور عننا جدا. يعني السوشيال ميديا مخليه كل حاجه تحت ايديهم. بالظبط. فحصل برضه انت بتستنى على الابن، يعني الرجل الشاطر او الست الشاطره اللي هي بتتعامل على مراحل السن للابناء، كل مرحله لها سنها وظروفها في التفكير والمستوى. طبعا بيقسم المراحل تقسيم يعني مثلا انا لو معايا ابن، فابني انا هتعامل معاه ازاي؟ هو وعنده 7 سنين غير هو وعنده 20 سنه غير هو وعنده 30 سنه. ده اكيد. فلما يوصل هو مثلا لسن 25، فخلاص بقى ابني وفهمني وفهمه ومن نظرة عيني يفهمني، وتشكل طباعه اتشكلت وخلاص وصلنا لمرحلة ان انا بقعد اتناقش معاه. فبرضه لما انا اتناقش معاه ويصدر عليا حكم مسبق، انا طبعا ما بصدرش حكم مسبق، بس في غيري بيصدروا كأب. يعني انا بتكلم كأب. اكيد ما بصدرش على ابنائي حكم مسبق. انا من النوع اللي مستمع جيد. انا اسمعك كثيرا والتزم الصمت حتى اتمكن من معرفة الحقيقة. المستمع او الناصت هو اللي الافضل في الحوار. ده حقيقي. فلما يجي هو يحكم عليه حكم مسبق، انا برضو بوقف الحوار. بتحصل لي صدمة فكرية مش متوقعها من ابن ليا او بنت ليا، فبضطر ان انا اغير الحوار برضو والتزم الصمت. بشعر احيانا ان الحوار مع صاحب الحكم المسبق لا يأتي بالنتيجة او بجدوى. طب لو حد مقرب في الحالة دي هنعمل ايه؟ يعني لو حد مقرب اصبر عليه. بتحاول تشرح وجهة نظرك. حاول تشرح له بالاسلوب اللي هو يستوعبه، مش بالاسلوب بتاعك انت. دي نقطة حلوة. ليه بقى؟ لانه لو انت اصريت تشرح باسلوبك، طب ما هو خلاص اصدر حكم مسبق اساسا. يعني هو ما استوعبش اصلا منك الحدوته. فيعني بمعنى دق، انزل انت بقى لمستوى دماغه، اتعامل بالزبط. انت بدماغه هو وانزل له شويه. بالظبط. مش تعالي منك انه دماغك اكبر، لا، هو قد يكون جيد في دماغه في اشياء اخرى غير الحوار اللي انت بتتناقش فيه. او يكون هو فاهم وده اللي هقوله في باقي الحلقه، ان هو ممكن يكون فاهم بطريقه تانية لاختلاف العادات اللي فيها او الموضوع اللي حواليه، البيئه اللي حواليه. احنا لازم يا استاذ الراعي في اي نقاش فيه احكام مسبقه لازم نراعي السن، نراعي اختلاف الثقافه، نراعي اختلاف البيئه، نراعي اختلاف النشأة من هو وصغير وانت وصغير، لانه كل بيئه لها ظروفها وافكارها
وده ما ينجدش من اي بيئه. لا كل طبعا. بيئه لها احترامها. لا طبعا، انا ده اللي كنت لسه بقوله في الفقره الاولى، انه حتى في الجواز فاهم ابنك انه انت بتاخد حد من مستواك، مش عشان انت بتقول له انا مستواي اعلى، بس عشان اختلاف الفكر واختلاف الثقافه. بس احيانا الاختلافات دي بتؤدي الى علاقات ناجحه. احيانا، انا مش هقدر اقول غالبا. احيانا ليه؟ لانه كل واحد فيهم بيكمل الحته الناقصه عند الثاني، واحيانا لا. وطبعا ما انا قلت احيانا، انا ما قلتش غالبا. احيانا واحيانا لا. لو التقوا فكريا اختلاف البيئه بيكملوا بعض بالظبط، ما بتاثرش. ما بيتاثرش، بيتقبلوا بعض وبيتطبعوا على بعض، ايا كان نوع العلاقه، صداقه او زماله او علاقه زوجيه شرعيه او علاقه ابوه بابناء. الحقيقه انا مستمتعه جدا بالحديث مع حضرتك، واضفت كتير للحلقه، فبشكر حضرتك جدا للاضافه الحلوه دي. انتوا اللي بتضيفوا لنا كل حلقه. شكرا. والحمد لله كل حلقه اجمل من اللي قبلها ان شاء الله. دايما هنكون عند حسن ظن حضراتكم، وميرسي جدا. بقول لك ما الجواب بيبان من عنوانه، او الانطباعات الاولى بتدوم. اصل انا حاسس او انت حاسه انه بكون الشخصيه، وهنا تقريبا احنا مشينا على النهج ده طول حياتنا، وده كون كتير قوي من شخصياتنا، من ناحية ان اجي اتعرف على شخص او اتعرف على زميل او صديق وكأن انا حكمت عليه. ممكن الشخص ده في الوقت ده يكون مش في احسن حالاته، بس انا حكمت عليه. لكن هنا لما بنيجي بين الصحاب وبسرد شخصية او موقف، لما باجي بسرده واتكلم معاه عن حوار او موضوع ويرد رد مثلا مش لطيف ما يعجبنيش، وبحكم حكم مسبق عليه، ايه يا عم انت شايف نفسك؟ وكأن هنا نسيت ان ده صديقي وصاحبي، وممكن صديقي من عشمه فيا اتكلم بطريقة ما، وممكن كان مضغوط، وممكن كان عنده مشكلة. في ناس ما بتعرفش تحكي وهي متضايقة، بتستنى لما تهدى. هل هنا انت دورك كصديق انك تحكم برضو حكم مسبق؟ يمكن في الفقرة الأولى، وده اللي اتكلمنا عنه، انه بتبقى صعبة قوي، وزي ما الأستاذ محمد قال انه بيجي انصدام فكري او حاجة، انه زوج، ابن، صديق، هو ده المشكلة. لكن تعالى تخيل بقى ان انت تعمل حاجة وهالة لنفسك لأحكام مسبقة، لفكرة انه انت حكمت على ناس انت اصلا ما تعرفهاش. يمكن بيشفع الناس اللي انت تعرفهم انك تديهم مبررات ويعيد الحوار ذاته. لكن لما تحكم على حد انت ما عرفتوش، اكيد يعني مفيش كلام تاني. اللي بيحكم احكام مسبقة بيفتكر ان هو بيحمي نفسه او بيحمي نظرة الناس ليه، اللي هو انا بحكم الحكم المسبق وببعد علشان خاطر احط حاجز بيني وبين الناس. ممكن تحكم على الناس بطريقة انه الناس دي متكبرة، بالتالي انا مش هتعامل معاهم. هل عرفتهم؟ لا. هل صدر منهم حاجة؟ لا، بس احساسي. والكلمة دي دارجة، والكلمة دي مشينا 3/4 حياتنا بيها، اصل هم دول متكبرين. انا شخصيا صديقة عمري وصديقة الطفولة 20 سنة، من ايام مثلا الكلية، كان بيني وبينها انه ما بتقنيش لله في الله بدون اي اسباب. ولما جينا دخلنا كلية واحدة مش حباني، خدنا سكن مع بعض، ولما جينا خدنا سكن مع بعض بقينا اقرب الناس لبعض، وعشرة العمر سنين طويلة، لدرجة ان حكمت عليا وانا حكمت عليها احكام مسبقة، مش طايقين بعض لله في لله. وهنا بتولد صداقات من الاحكام المسبقة. اللي بيعمل احكام مسبقة للناس في الغالب بيبقى اتنشأ في تربية هي فيها الاحكام المسبقة، اللي هو مثلا ما تعاملش فلان لان واضح قوي ان هو متكبر وصليت اللسان ومش فاضل وما بيصليش وي كده، فاضطر هو يطلع في وسط عيلة هو حكم على احكام مسبقة لاصحابه، وبالتالي ما بيتعاملش. وهو الشخصين 3 اللي هو بيتعامل معاهم هم دول حياته. علشان كده في جامعة في علم النفس، في جامعة كورنيل نيويورك سنة 2016، الجامعة دي عملت زي دراسة
وقالت هنحكم عن الناس أو الأحكام المسبقة، نفهم سيكولوجية الشخص اللي بيحكم على الأحكام المسبقة. لما جم عملوا الدراسة اكتشفوا إن الناس اللي بتحكم الأحكام أو الأشخاص اللي بتحكم أحكام مسبقة أحيانا كتير بيبقى عندهم ثوابت أو عادات أو خبرات حياتية فشلت، فبالتالي بيعمموا وما بيخصصوش إنه أنا أصلي حصل لي الموقف الفلاني من شخص ما وحكمت الحكم المسبق. لكن لما بتيجي هنا عملت الدراسة تاني واكتشفت إن 3/4 الزوجات أو الأزواج بيتجوزوا بناء عن سيكولوجية الأحكام المسبقة. ومثلا من قصة الحياتية، وفي ناس كمان بعتتها لنا على الواتساب، إنه باباها ومامتها انفصلوا، فقررت إن من هي وفي سن 20 سنة أنا هتجوز، عشان تثبت لنفسها وللناس وللمجتمع اللي حواليها إن مش معنى اتنشأت في تربية أب وأم منفصلين إن أنا مش هكون حافظة على بيتي. وبالتالي أول عريس خبط على الباب جريت واتجوزته بدون ما تفكر. هي كل هدفها إنه الشكل الاجتماعي، وإن هو تكون محافظة جدا على إنه بابا وماما انفصلوا بس أنا هعمل أسرة يعني هكون أسرة أيا كان الشخص ده مين. ونسيت هنا إنه هي سنها صغير، ما مرتش بخبرات، ما احتكتش بناس كتيرة، ما فيش أب وأم وعوا بما فيه الكفاية. حتى لو أنتم منفصلين ليكم وقت أكيد مع أولادكم، ما ينفعش إنه حتى الانفصال يتم عن أولادكم، لأن بيطلع عيال مشتتين وبيختاروا اختيارات غلط. وده اللي احنا بنجنيه دلوقتي، وإن نسبة الطلاق زادت جدا. أرجع للقصة، اتجوزت أول حد خبط على بابها وجابت طفلين، والحمد لله عايشت سنة في سنة، ابتدت شوية تعدي وشوية تقول معلش، وكل ده خايفة من الشكل الاجتماعي وخايفة من فكرة ونظرة المجتمع ليها، وكأن الناس اللي حاكمة على باباها ومامتها. لكن كانت بتعيط، ما كانش حد معاها، لغاية ما جت بتقول انه جيت وقت الناس مش معايا ومش عايشة معايا ومش عايشين نفس حالتي ومش عايشين نفس ظروفي، وانا خايفة على الشكل الاجتماعي، واتجوزت اول حد خبط على الباب، بس النتيجة من 8 سنين انا تعبانة ومش قادرة اكمل. وهنا خدت القرار انه مش هينفع اكمل، عشان حست انه نظرة الناس ما ينفعش هي اللي تعيشها، وربت عيالها على هذا الاساس، انه مش هتكون نظرتكم دايما للناس اللي حواليكم هتقول عليكم ايه. خلي عندكم مبادئكم، وخلي عندكم ثقتكم في نفسكم وحياتكم اللي بتكونوا. في ناس هتقول انه لا، وناس هتقول عليها وهتتكلم على الست المطلقة. طب أنا ما بقولش إن الست المطلقة وحشة ولا عيب، هي ظروفها جت كده، بس ما ينفعش هتكمل عشان خاطر المجتمع أو عشان خاطر فلان هيقول عليها إيه. دي قصة، في قصص كتير حصلت، وفي قصص كتير شايفة إن الموضوع أكبر من الأحكام المسبقة تهد بيت. حكمك على الآخر يجعلك أقل سعادة، وهي دي نظرية من ضمن النظريات الأمريكية أو المباحثات علم النفس اللي قالتها أخيرا، إنه حكمك على الآخر بيخليك أقل سعادة. احنا معانا تليفون. ألو ازيك يا مريان؟ عاملة ايه؟ مبسوطة جدا المداخلة الحلوة دي. انا اصلا نفسي ادخل معاكي من زمان، من اول حلقات. قالوا لي على يعني اول ما قالوا لي في الريس انه ريهام اللي معانا، لا يعني جو يلا، انا صديقة البرنامج على فكرة. يلا يا جماعة يلا، مبسوطة جدا. وانا اكتر والله، وانتي برنامجك اصلا يعني بيفكرني بايام الراديو بتاع اللي كنت بذاكر عليه. مش انتي كنتي بتذاكري على الراديو زينا كده؟ ايوه، هي دي الايام الحلوه. ايوه الايام الحلوه. الاحكام المسبقه، يعني احنا بصي هو تعاملنا مع بعض في مواقف بسيطه ومسجات وكومنتات وكده، بس في احكام مسبقه. ايه موضوع بقى الاحكام المسبقه اللي الناس بتفرضها علينا؟ طب انا عايزه اقول لك على حاجه، دي بالنسبه لك حاجه بتضايقك؟ يعني انت دلوقتي لو انا مثلا دخلت على البروفايل بتاعك على الفيسبوك، تمام، وشفت هاخد وجهه نظر عامه اللي موجود، ان مثلا مريان بنت مثلا منفتحه او اوبن مايند، عايشه حياتها، او يعني وات ايفر. انا مش انا ما شفتكيش، بس انا بقول لك يعني فاهم. ممكن حد وهكذا، ممكن حد يدخل على فيسبوك ريهام، والله ده ريهام دي مثلا حد متزمت او حد دماغه عنيده او حسب الشكل، وممكن يطلع الشخصيه حاجه تانية خالص. في ناس انا دي اللي قابلتها، ناس بتكره الجادجمنت، ان انت بتحكم عليا.
بس اللي انا اكتشفته حاجه بقى، مم. ان دايما الصوره اللي انت بتصدرها مم. دي الصوره اللي انت عايز الناس تشوفك بيها، لكن ممكن آه. ما يبقاش ليها علاقه بانت ده ايه. حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. ده كنا لسه كمان هنقوله، انه حلقه النهارده بعنوان ستوري، انه الناس بتحكم عليا من الستوري. ايوه مريان راحت المكان الفلاني، مريان مبسوطه، تبقى غنيه بقى، مريان غنيه، ما جايز يكون انا عندي تفاصيل انت ما تعرفهاش. والحياه الشخصيه الواقعيه حصلت معايا، كان يقول ياه ده احنا فاكرينك مش عارفه ياما هنا ياما هناك. على فكره عادي، انت حكمت عليا من الستوري بتاعتي، لكن انت ما عرفتنيش شخصيا. كانت مرة نجلاء بدر كانوا مستضيفينها فبيكلموها ازاي اتعرفت بجوزها اللي معاها دلوقتي، فبتقول اصلا لما هو اتعرف عليها كان فاكرها بسبب ادوارها انها شبه الادوار بتاعتها، فهو كان فاكرها كده، فكان داخل هزار فلقاها ست جدا جدا مش عارفه ايه، وبتقفل في الكلام، وهي حسيته كمان ان هو داخله مش تمام، فبقت بتقصقص، وده اللي لفت انتباهه ليها. يعني هو اصلا حكم عليها من ادوارها، وهي بيقول لك طلع في الاخر بيقول لاصحابه على لسانها، قال لهم دي اغلب من الهول. ده حقيقي ده حقيقي. هي فنانه جميله اصلا، يعني بتدي الدور حقه وبتقمص شخصيه حقيقيه فعلا. انا مبسوطه قوي لاتصالك ده، وانا اكتر والله، وهتكلمينا تاني اكيد طبعا اكيد. يعني انا مبسوطه ان بقى لينا اصدقاء في البرنامج كده، لازم يبقوا كل حاجه معانا. انت اللي رجعتي بقى مصطلح صديق البرنامج بقى، شدي ايدي شدي معايا. بصي المصطلحات دي اللي اتربينا وعشنا عليها احنا مفتقدينها، انه جدا في حد صديق وفي حد قريب وفي حد دايما بيكون داعم ليا وفي حد بيبقى سند. دلوقتي مفيش ما بنسمعش الكلام ده. عشان كده لما جينا نرجع بكلمه مصطلح فلاش باك، انا ما اقصدش فلاش باك السينما، انا اقصد فلاش باك لحياتنا الواقعيه اللي احنا عايشينها فعلا. اسم حلو قوي اصلا، اسم حلو جدا. الحمد لله. وهستنى مكالماتك تاني. طب انا عايزه اسالك سؤال، انت في جمله حلقاتك ايه الحلقه اللي بالنسبه لك تاتش قوي بالنسبه لك؟ ليه انت؟ الحلقه بتاعت النهارده، لانه قريبه قوي ليا، وفي نفس الوقت حاجه حصلت في حياتنا كلنا، مفيش حد ما تعرض لهاش. يعني انت الحلقه قريبه منك عشان تتحكم عليكي بحاجه مش فيكي ولا انا كنت لسه الفصل الاول اللي قبل كده كنت بحكي تجربه شخصيه حصلت معايا. فكره انه صاحبه عمري كنا اصلا اول ما دخلنا الكليه كانت عايزه تحول من الكليه لمجرد ان انا معاها، وانا بقول هو ليه كده، ليه تبقى معايا انا؟ احنا كنا عايشين في بلد واحده، فكمان هنبقى في كليه واحده وناخد سكن واحد. جت بالصدفه ان ناخد سكن واحد، ومره في مره هي صديقه عمري حاليا. يعني الانتيم زي ما بيقولوا، اللي هو بعد ما كنا مش طايقين بعض وسكن واحد، محبه اللي بعد ده بالظبط كده. دي حقيقه يعني. فدي حصلت معايا انا شخصيا. يعني وحصلت في كتير من الافلام. لا اكذب ولكني اتجمل، كذب عليها ان هو غني ومبسوط ومن عيله، وهو مش عايز يكذب، لمجرد ان هي ما تحكمش حكم مسبق ان هي من العيله الغنيه، انت فقير فانت ما تناسبنيش. فدي حاجه كنت لسه هقولها تاني بعد مكالمتك، انه في افلام جسدت فعلا الاحكام المسبقه بطريقه لطيفه. طب ما هقول لك على حاجه، ما من ضمن الاحكام المسبقه ما فعلا ممكن احنا نتخدع. طيب هنتخدع، انا معاكي ان هنتخدع مره اتنين، ما حدش بيعرف يمثل كتير. موقف في التاني في التالت كله هيبان. وما بقولكيش ما تشغليش احساسك، شغلي احساسك، بس ما يبقاش انا بحكم حكم مسبق من غير ما اتعامل معاكي اصلا. لا هي دي المشكله خاصه بعد السوشيال بقى، اللي من خلال البروفايل. ده حقيقي انا ادخل دلوقتي العريس يجي يتقدم للعروسه قبل ما يدخل البيت، اديني البروفايل بتاعه عليه، ابعتيلي صورتها. يا جماعه مش كده يعني. زمان ده كان زمان في الخطبه وبتمشي بالصور وما يعرفش عنها اي حاجه غير في بيتها، وكانت مامته هي اللي تروح الاول. دلوقتي بس عايزه اقول لك على حاجه، بس برضو الحاجات دي برضو من ضمن الايجابيات بتاعتها انها بقت تقرب الناس. يعني انا دلوقتي عايزه اعرف مثلا مريان ايه المشترك بيني وبينها، هخش مثلا اشوف ايه الحاجات اللي هي بتقراها، ايه الحاجات الاماكن اللي عامله لها لايك، ايه الصفحات اللي عامله لها لايك، ابتدي بقى ادخل لها مدخلها. ده حقيقي. بس مريان في حياتها في ضربات، في وقت طالع وقت نازل، وقت مش كويسه وقت كويسه. نزلت بوست انا مش كويسه فيه، الناس حكمت احكام مسبقه مثلا عليا، انه يا زعلانه يا مش عارف ايه في الشغل يا مش عارف وهو ده وقت فتره معينه، وده بيحصل طبيعي جدا وسط الناس وحياه طبيعيه. حكمت حكم مسبق من غير ما تعرف هي اصلا المشكله فين. وبعدين الموضوع تطور انك انت بتلاقي مواضيع عن حياتك وعن شخصيتك انت عن نفسك ما تعرفهاش.
يعني انت معمول لك قصه انت عن نفسك في حياتك هي مش كده، وده ده اسوأ بقى، ده انتقلنا الموضوع مش حكم مسبق، ده قصه مسبقه. الناس عملوا لك فيلم يا ست، خلوكي البطل. بالظبط كده. انا مبسوطه جدا لمكالمتك جدا، انا كمان. هتكلمينا تاني ان شاء الله. حلقه موفقه ان يا شاء رب. الله ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي، باي 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 باي. دكتورة دانا هارون، دكتورة نفسية في أمريكا، عملت دراسة عن الأشخاص واللي بيحكموا أحكام مسبقة، وقالت هنا إن اللي بيصدر من الأسباب السلبية إنه، أو اللي هو دايما بيصدر أسباب سلبية طول الوقت بناء على نظرته لنفسه. وهي دي كانت الدراسة اللي هي عملتها، إنه دايما هو اتجاه الشخصية واتجاه القيم بتاعته اللي اتربى عليها، فهو دايما بيكون بناء على معايير منطقية أو غير منطقية مشي بيها. كمان بتقول إن الناس اللي بتحس بمشاعر أو يكاد يكون إحساس جواهم، هم ما بيش بيبينوا الإحساس ده لمجرد إن هم محققين من الآخر إنه أنت عندك غلط. كمان قالت في المقال برضو إنه الناس اللي بتحكم أحكام مسبقة أحيانا كتير ما بيبقوش واثقين من نفسهم ومهزوزين، وبالتالي عشان يحموا نفسهم بيكون عندهم زي ما بيقولوا حاجة السيف أو الحاجة الهالة بتاعتهم، إنه أنا أحكامي المسبقة حقيقية. فبيتعاملوا مع بعض الناس من الستوري زي ما قلنا، أو بيتعاملوا من مجرد الموقف. لكن الحقيقة هنا إنه لما بتيجي تتعامل مع الأشخاص دي ممكن يكونوا على الواقع ملهمش أي علاقة بالأحكام المسبقة. لما بتيجي الأحكام المسبقة بتصدر، فكأن في الوقت ده أنت عينيك اتغمت يعني حتى لو اتعاملت معاه أنت في خلفيتك والباك جراوند بتاعك إنه أنت حاكم حكم مسبق، وبالتالي أنت بتتعامل بيه معاه. ولو مثلا او وانسى ان احنا هندي مثال، لو انا حكمت على شخص متكبر، اذا انا في طول الوقت الشخص ده متكبر، والشخص ده متسلط، والشخص ده انا شايفه ان هو دايما عايز يظهر نفسه. فبالتالي لما باجي اتعامل مع الشخص ده، فهيجي وقت او موقف مش انا قلت، مش انا نبهتكم، ما انا كنت حاسس، وهيمشي هيفضل في وقت ده على حياته. الحقيقة إنه لما جينا نعمل انطباع أو سيكولوجية الأحكام المسبقة أثرت كتير قوي في حياتنا، وخلتنا نخسر ناس لمجرد إن أنا حكمت عليهم من غير ما أتعامل، أو حكمت عليهم في وقت ما كانش ينفع إن أنا أحكم عليه فيهم. اللي عجبني في الدراسات اللي أنا ابتديت أقولها لكم إنه في كذا دراسة كمان معانا بتقول إنه سيكولوجية الأحكام المسبقة ما بتبتش أي علاقة بالواقع. معقول؟ ليه؟ لأنه أنا بخيالي أو بتربيتي أو بنشأتي حكمت حكم مسبق، وكان يكون إنه مش هو ده، ملوش أي علاقة بالصحة أصلا. ممكن هنا حد يقول لي إيه المشكلة لما بنيجي نحكم على الآخرين؟ وهي هنا بتكون مشكلة في إنه أنا قيمت الأشخاص وحطيتهم في زي ما بيقولوا في حاجة معينة أو في قالب معين مش هتحركوا بناء عليه. بالتالي أنا ما ببقاش على حريتي، أو أنا مش على طبيعتي، لأن أنا حاكم أحكام مسبقة، فأنا بحمي نفسي. وهو ده اللي كانت الدكتورة دانا في الدراسة بتاعتها بتقوله. الشعور الحقيقي إنه غالبا في علاقة عكسية بين سعادة الشخص وبين السلبية اللي هو بيمر بيها. يعني اللي بيحكم أحكام مسبقة، ودي جملة قلتها، إنه حكمتك على الآخر في الغالب ما بتخلكش سعيد، إنه الأحكام المسبقة دي هي اللي بتكون بتدي حاجة عكسية، بالتالي أنت ما بتكونش راضي ومبسوط. فحكمت الأحكام دي برضو نوع من الأنواع إنه أنا كده متخيل إن أنا راضي، لكن هل أنا مبسوط؟ لا. تعالوا سريعا قبل ما الحلقة تخلص نقرأ مسجات اللي جت معانا على الهواء وعلى خبراتكم الحقيقية. رقم آخره 902. هاي يا مريان، حلقة حلوة قوي، شكرا حقيقي، وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لمساجاتكم الحلوة. الحكم المسبق ان انا اتحكم عليا قبل كده في شغلي، لما جيت قصرت لمجرد التقصير، انه انا شغلي مش احسن حاجة، رغم ان طول الوقت انا كان شغلي حلو جدا. ده حكم مسبق من مدير في شغله لمجرد ان حصل ترب في حياته الشخصية. مش بقول انه ده هيأثر، بس مر بيه، كلنا بنمر بالظروف دي.
رسالة تاني بتقول انه الاحكام المسبقة اذتني انا نفسيا لدرجة ان انا ما بقتش بتعامل مع الناس لمجرد ان اتحكم عليا حكم مسبق ان انا شخص انف او من النوع اللي هو قراف شوية. ده برضو حكم مسبق، انه ممكن يكون هو ده اتربى بطريقة معينة انه حاجة بيقرف منها مش حابب فاتحكم عليه ان هو شخص كده. وهنا بيحكموا عليه، يعني واضح من المسج انه بيحكموا عليه ان هو حد مثلا مريض او موسوس. يعني الموضوع انت كمان بتحكم، مش ما بتحكمش عليه شخصيا او على موقف، انت بتحكم ان هو مريض في حاجة. رسالة تانية بتقول ان الاحكام المسبقة شكلت جزء كتير من حياتنا في الماضي، وهي اللي خلتنا نربي او اولادنا او الجيل اللي طالع على هذا الاساس. الناس بتقول ايه زي ما انتي قلتي في الحلقة، وده حقيقي كتير قوي اتربينا في المجتمع. الناس هتقول علينا ايه طول الوقت، احنا ماشيين بمبدأ الناس تقول عليا ايه، الناس شايفاني ايه، اتحكم عليا من الستوري اللي انا بنزلها في مكان، في مبسوطة، في عسل، بس الناس يعني العزم، فالناس ما بتعرفش التفاصيل اللي حصلت، ما بتشوفش الستوري الحزينة، بتشوف الستوري اللي مريان فرحانة فيها مثلا وعايشة. من ضمن المساجات التانية اللي كانت جايه لنا انه في دراسه اتعملت في 2015، ودي لما جيت انا نوهت عنها انه وصلوا لنا بالمساجات دي، فكنا بنقول انه في دراسه في جامعه بيرغنهام في انجلترا اكدت ان الاشخاص الاكثر سعاده هم الاقل ظنون في الناس، او اقل انه يعني تخيلات مع الناس، او اقل اصدار احكام. الدراسه دي لما في 2015 وجينا نزلناها وبنقول ايه المواقف اللي تعرضتوا ليها بالاحكام المسبقه عليكم، الناس بعتت بتقول انه الاحكام المسبقه دي خلتنا نوصل لمرحله ان انا طول الوقت بثبت ان انا ما كنتش الشخص اللي انت شايفه، او انا ما كنتش الشخص اللي انت خدت عني الانطباع الاولاني. واحيانا كتير كان ماشيين بمبدا الانطباعات الاولى بتدوم. انا مش مختلفه في المثل ده، ولكن جرب انك تسمع او تفهم الشخصيه. جايز يكون هو مش اجتماعي، وفي ناس كتير اتعرضت لده انه انا شخص مش اجتماعي، فبالتالي اول قاعده ببقى قاعد وسط الناس انا مش متفاعل قوي. هل انا مغرور وهل انا في الوقت ده مش عايزه اتعامل مع الناس؟ لا خالص. حاولت بقدر الامكان انه انا في الحلقه بتاعت النهارده اقول لكم على الكذا دراسه اللي الناس بره وجوه مصر كانوا بيعملوا لها دراسات مخصوص. يعني الموضوع وصل انه ما ينفعش نستهيف بيه ولا ان احنا نكون هينين بيه، لان الموضوع حقيقي بقى بيشكل كتير في حياتنا. انه انا اتعامل معاك زي التعامل مثلا اللي ورا الكاميرا او اللي ورا كلمه ستوري، وده كان انسب عنوان لحلقه النهارده، الستوري. الاحكام المسبقه، انه في قصه بتتسرد عن حياتك هي مش حقيقيه وهي مش موجوده اصلا، وان القصه دي انت نفسك ما تعرفش عنها حاجه. بشكركم وبشكر كل الناس اللي بعتت المساجات والناس اللي بعتت في اللايف. كومنتاتكم حلوة وخبراتكم حلوة. استنونا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اللي حبيتوه جدا واللي قريب قوي على القلب، فلاش باك، اللي دايما بنكون عايزين نبعت رسالة منه مسج. هتوحشوني الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة فلاش باك.